مرحبا، انا بوغلاس مصور وصانع افلام، واليوم غنهضروا على الزوم. ماشي داك الزوم اللي الهوات كيقول لك بغيت شي زوم نزوم به نجيب به الجبال ونجيب به الضفاف الاخرى الى ذلك، ولكن هذا الزوم هذا زوم H8 ولا زوم H8 كما كيبغيو الفرنسيس يقولوا. هاد الفيرسيون كنظن هي الاخرى في هاد السيري هذه ديال الزوم، وغنقول لكم هاد الزوم هذا علاش كيصلح وعلاش مهم جدا في الحقيبة أو لا في المعدات ديال كل مصور صانع أفلام. And this is it. هذا هو الزوم ديالنا، زوم H8. طيب علاش قلت هذا الجهاز هذا خصو يكون عند كل صانع افلام؟ بالنسبه لي كاينين 5 ديال الحويجات مهمين كتخلي هذا الجهاز هذا ضروري باش يكون في المعدات ديالي. اول حاجه الجوده ديال الصوت اللي كتوصل حتى ل 24 بت، اللي كتخليك انك تحصل على كواليتي عاليه بزاف في الصوت، ماشي بحال الا كنا كنصوروا شي حاجه وكنسجلوا ديريكت الصوت في الكاميرا. فهذا الجهاز هذا كيعطينا واحد المتسع باش اننا نسجلوا اولا كما قلت صوت عالي الجوده، وثانيا باش اننا نتحكموا فيه من بعد في حالات بغينا نزيدوا ايفيكت ولا بغينا نقيو الصوت ولا بغينا نديروا اي خدمه في البوست برودكشن. اول حاجه كتخلي هذا الجهاز هذا يكون عندي هي الكواليتي ديال الصوت. ولا باس نفكركم بانه السيستم ديال التصوير الافلام في السينما عامه فكيتم تسجيل الصوت بوحده والصوره بوحدها، وبالتالي كيكون ميكساج من بعد في البوست برودكشن باش كتكون الكواليتي ديال الصوت عاليه جدا. والصوت راه مهم جدا في صناعه الافلام. ثاني حاجه واللي كتعجبني في السيري ديال هاد الزوم، حتى الزوم اللي كان عندي قبل H6 كان فيه 6 ديال الشانل كيكونوا 4، والاكستنشن كيخليوك تزيد 2 وبالتالي كيوليو 6. هذا كيجيو معاه 6 وكيخلي لك الامكانيه انك تزيد اكستنشن باش يوليو 8 ديال الشانل او 8 ديال لي بيست، وبالتالي امكانيه كبيره انك تسجل بزاف ديال الحويجات. الا كانوا عندك بزاف ديال الضيوف، مثلا بغيتي تسجل انترفيوز في بزاف ديال الناس، او لا بغيتي تسجل بزاف ديال الحويجات دقه واحده الا كنتي خدام شي بروجيكت اللي كيطلب هذه القضيه هذه، فبالتالي كيعطيك واحد الامكانيه ديال التحكم كبيره في الصوت باش شنو بغيتي تسجل. بيست بغيتيها طالعه، بيست بغيتيها خفيفه، كتحكم في الكواليتي ديال الصوت كل بيست بوحدها، كتحكم في جميع المسارات ديال الشانل اللي كاينين ولا لي بيست اللي كاينين. ممكن ديزاكتيفي في اي وقيته واحد البيست انت ما بغيتيها، ممكن تاكتيفي واحده اخرى ما انت محتاجها. كيسهل عليك الخدمه في هذا الجانب هذا. وممكن انه داكشي كامل اللي كتسجل من دي بيست مختلفين ممكن تميكسيه ودوزو في لاين وحده، لاين اوت الكاميرا، وبالتالي غيوفر عليك بزاف ديال الخدمه الا كنتي بغيتي دير شي حاجه بحال الشكل ديال البرامج حواريه ولا ما محتاجش بزاف ديال الوقت في البوست برودكشن. غادي تميكسي كلشي ودوزو للكاميرا ويعطيك كواليتي مزيانه بزاف. ثالث ميزه كتخص اصحاب الناس اللي كيخدموا في الايفنتس في لي زيفينمون بصفه خاصه، هو انه بعض المرات كتكون محتاج انه تاخذ الصوت من تابل ميكساج اللي كتكون فيها الكواليتي ديال الميكروفونز اللي كيكونوا خدامين في الايفنت. فبالتالي انت كتاخذ من تابل ميكساج ديريكت الاخر للزوم، وكتحافظ على ديك الكواليتي اللي هي دايزه التابل ميكساج. وممكن انه تاخذ ميكروفونز اخرين من غير التابل ميكساج، فبالتالي كيف ما قلت في قبل انه كيعطيك واحد امكانيه ديال التحكم عاليه جدا. وانا شخصيا فيما كان شي ايفنت ديما كناخذو معايا وما كنعولش على الصوت ديال الميكروفونز ديال الكاميرا، ديما كناخذ الصوت من السورس ديال تابل ميكساج، وبالتالي كنكون كنسمع
حيت فيه البلاصه ديال الهيدفون كنكون كنسمع شنو كيتسجل، وبالتالي نقدر نتحكم في الصوت كيف ما بغيت. الا كان ناقص في تابل ميكساج نطلعو نزيد غير من عندي، ما نحتاجش نقول شي واحد يزيد ولا ينقص. والا كان عاوتاني مجهد نقدر نقصو انا ونتحكم فيه غير من الزوم هنايا، ونقدر نكون كنسمع في اي وقيته بغيت شنو كيتسجل كيفاش غادي الصوت. بالخصوص الا كانوا تقلبات في الايفنت اللي انا كنصور ولا في الحدث ولا في سبيكرز اللي كيكونوا كيهضروا، بالتالي كنكون ديما كنراقب وكنكون انا اللي كنتحكم في كل شيء. فهذه ميزه خاصه جدا، احسن من انه تاخذ داك الصوت اللي كيكون ضعيف بزاف ولا الكواليتي ديالو خايبه بزاف ديال الميكروفونات ديال الكاميرا، او لا كتكون كتسجل في يو اس بي من طابل ميكساج وانت ما كتعرفش شنو كيوقع. في الاخر تقدر تلقى صوت مزيان، تقدر تلقى كواليتي مضاعفه بزاف، وهذا الشيء ماشي مزيان لاي مصور واي فيديوغرافر. الحاجه الرابعه اللي كتعجبني في الزوم انه هاد الشانلز ولا هاد البيست اللي دايرين هنا اللي هما 6 كما قلت، وتقدر تزيد اكستنشن اللي يعطيك 2 اخرين بالتالي يوليو 8. غادي يعطيك واحد الامكانيه ديال تعدد الاستعمال. ممكن في التصوير ديال الفيلم فاش كتحتاج مثلا كما قلت غير 2 ديال الميكروفونز، ممكن في الايفنتس، ممكن في البودكاست، ممكن حتى اذا كانت عندك شي حاجه ديال الموسيقى، انه كيكون واحد الباند مثلا بغيتي تاخذ كل انسترومون بوحدو، فبالتالي عندك هذا الاوبشن هذه باش انك تتحكم من بعد في كل حاجه بوحدها كيف ما بغيتي نتايا في البوست برودكشن. وهذه ميزه حتى هي كبيره بزاف. فالميزه الرابعه هي تعدد الاستعمال اللي كتعجبني في هذا الجهاز هذا. والحاجه الخامسه اللي كتعجبني علاش كناخذ هذا معايا، وديما الناس اللي كنخدم معاهم غادي يلاحظوا هذه القضيه هذه، انه كنسجل الصوت كان بازي على الزوم، ومنه كناخذ اللاين اوت للكاميرا، ومن بعد كندير سانكرونيزيشن في البوست برودكشن. ولكن الصوت اللي كنعتمد عليه ماشي البيست الكاميرا ولكن ديال الزوم، حيتاش كما قلت كيعطيني واحد الامكانيه كبيره بزاف باش انني نتحكم في الجوده ديال الصوت. وحتى اذا بغيت ندير اضافات ولا اذا بغيت ندير تعديلات ما الصوت ما كيتاثرش، كيبقى كواليتي عاليه، لانه هذا كيسجل ماشي ام بي 3 ولكن كاليتي ويف اللي هي تعتبر من اعلى الجودات اللي ممكنه في الصوت. فهادو 5 الحويجات من وجهه نظري الخاصه اللي كيعجبوني في الزوم، وعنده بزاف ديال الاوبشنز اخرين، بزاف ديال الحويجات اللي زوينين فيه. داكشي علاش كنقول هذا خصو يكون في الحقيبه ديال المعدات ديال كل مصور صانع افلام. اذا بغيتوا نكتشفوا المزايا ديالو كلها ونشوفوا كيفاش كيخدم، ونشوفوا الحويجات اللي تكلمت عليهم بشكل تطبيقي، اكتبوا لي في الكومنتس ونتوكلوا على الله. نشوفكم في الفيديو الجاي and خليك كرياتيف.